الوفاء البريء. حتى اللي بيجوا من أمريكا، اليمنيين حق أمريكا اللي بيوصلوا على مصر بيروحوا بيستغلوا البنات اليمنيات، سواء بزواج المسيار، سواء بالمصاحبة، سواء بيضحكوا عليهن. رجال بأعمار الخمسينات والثلاثينات بيستغلوا بنات تحت السن. يعني بدل ما تجي أنت كمغترب يمني من أمريكا على مصر وتدور لك بنات يمنيات تتزوجهن بالشهر وبالشهرين وبعدين ترميهن زي الكلاب ولا كأنهن بشر بس لأنك عارف أنهن محتاجات المادة، روح افتح بزنس منه أنت تكسب ومنه تكسب فيهن أجر وتشغلهن. افتح شغل، افتح مركز خياطة، مركز تجميل، أي حاجة. البنات يشين يشتغلين. لكن لا، ليش أعمل هذا كله؟ ليش أكسب أجر أستغلها جنسيا؟ أما بالنسبة للسفارة اليمنية، لعنة الله عليش من سفارة. لما السفارة اليمنية تروح تشتكي لهم مواطنة يمنية تقول لهم أنا تعرضت للاغتصاب من مواطن فلان الفلاني، تقوم السفارة ترد عليها وتقول لها احنا حنساعدش، لكن أول شيء تعالي معنا. للأسف الشديد الرجال اليمنيين أصبحوا قلة، أصبحوا الذكور أكثر. سفارات تافهة، سفراء أتفه، رجال أعمال تافهين استغلاليين. أصبح جسد المرأة اليمنية عندهم عادي جدا. وعلى فكرة في كمان سفراء بيشغلوهن بالشمال. فأتمنى أنه أنتم كمجتمع محافظ تركزوا على هذه الحالات وبطلوا تركزوا على أشياء ما لكم علاقة فيها. ركزوا على الحالات اللي بتحصل داخل مصر داخل السعودية زي هذه. حاربوا الظواهر هذه، حاربوا استغلال المرأة اليمنية وشجعوهن وخلون يكونوا أقوياء، ما تخلونش مبتورة